السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع مطبخ الست المصرية. انا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هعمل مكرونة بالبشاميل، وهوريكم طريقتها بتتعمل ازاي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله بإذن الله. هي المكرونة بالبشاميل اللي بتتكون من يعني المكرونة اللي بتتسلق لوحدها. يعني انا بديكم بس مقدمة في الاول، وبعد كده هعملها لكم واوريها لكم ان شاء الله. المكرونه بتتسلق لوحدها في حله لوحديها، البشاميل بتتعمل لوحدها، اللحمه المفرومه المتعصجه هتتعمل لوحدها، وان شاء الله باذن الله هعمل كل حاجه كده وهوريها لكم على الطبيعه. ويلا بينا. احنا دلوقتي هنبتدي نعمل اللحمه المتعصجه ان شاء الله باذن الله. حطينا خلاص السمنه اهي، ومعلقتين سمنه عليهم معلقه زيت، واتقدحت اهي، وهحط فيها ايه؟ هحط البصل اهو. انا عن نفسي بحب البصل كتير، وولادي بيحبوا البصل كتير، فايه ونحمره كويس عشان ولادي بيحبوه متحمر حلو. بعد بقى ما تتحمر وتصفى هبتدي بقى احط عليها الفلفل. ورجعنا لكم تاني. خلاص البصله اتحمرت اهي، وبقت بقت يعني ايه، لونها ذهبي حلو اهي. هنحط عليها الفلفل بقى. انا عندي برضو الاولاد بيحبوا الفلفل كتير، بيحبوها سبايسي. كل حاجه عندي بيحبوها سبايسي، فاضطريت ان انا اعمل لهم فلفل كتير. حطيت الفلفل على البصل. انا كده حطيت الفلفل على البصل، هو بصراحه الفلفل حراق قوي. احنا حطينا الفلفل بقى على البصل بعد ما حمرنا البصل كده، ايه، خليناه بقى لونه ذهبي. حطينا عليه الفلفل وقلبنا الفلفل شويه، وهحط جزر لان عندي برضو بيحبوا الجزر على الحاجه، انا هحط جزر. حطينا الجزر اهو. الجزر والحاجات دي بتدي طعم جميل وغذاء حلو قوي، يعني للاولاد والكل ولاي حد. احنا خلاص حطينا الجزر على الفلفل على البصل وقلبنا، وهنحط دلوقتي اللحمه المفرومه ونقلبها شويه، وبعد كده نبقى نحط الصلصه عليها. دلوقتي احنا بنحط اللحمه، بس نحطها واحده واحده عشان ما تكلكعش كلها مره واحده. وفضلت اقلب فيها كده بعد ما حطيت اللحمه خلاص المفرومه لغايه ما ادت لون. واحط بقى الصلصه دي على فكره الصلصه دي اختياري. الصلصه دي ايه؟ اختياري. يحط مش عايز خلاص. وبعد كده احط التوابل بقى اللي هي ايه، الفلفل الاسود، الكمون، الملح، بحطهم انا دلوقتي. حطينا الصلصه خلاص، وخلاص حطينا اللحمه المفرومه والصلصه وكله خلاص، ونسيبهم بس لغايه ما يستوي. وننتقل بقى للمكرونه. حطينا ميه هنا للمكرونه، وخلاص حطينا الميه المكرونه اهي. هنسيبها ان شاء الله باذن الله لغايه ما تغلي ونحط فيها المكرونه. بس عايزه اقول لكم حاجه، ما تحط، لازم الميه تكون اعلى من المكرونه ب5 سم. لو حطيت الميه اقل من المكرونه او بتساوي المكرونه هتعجن، لازم تكون اعلى منها بكتير. ان شاء الله تستوي. وهنا حطينا المكرونه اهي بعد ما الميه ما غليت. طبعا انا قلت لكم الميه لازم تكون اعلى من المكرونه بكتير، ب5 سم كده، يعني ما تكونش قليل بحيث انها ما تعجنش. وحطيناها اهي، وان شاء الله باذن الله هنسيبها كده ايه لغايه ما تستوي، قد 5 دقايق 7 دقايق لغايه ما تستوي، على حسب المكرونه اللي انت بتحطها قد ايه. وهنا خلاص المكرونه استوت الحمد لله اهي. هناخدها تحت الحنفيه ونصفيها. وان شاء الله باذن الله كمان هنعمل البشاميل هنا. هنعمل بشاميل اهي. حطينا الزيت يتقدح، وهنحط عليه الدقيق. هنحط الدقيق مثلا قد 3 4 معالق كده، على حسب المكرونه اللي انتوا هتعملوها بقى، قليله كتيره على حسب المكرونه. ويا ريت نعمل بمضرب سلك عشان البشاميل يتعمل حلو كده لغايه ما تصفر معانا. هي هنا خلاص الدقيق قرب يصفر اهو. ولما يصفر هنروح حاطين عليه اللبن ونقلبه بسرعه بسرعه ورا بعض ورا بعض، عشان خاطر ايه ما يكلكعش.
احنا كده كده بنعمل البشاميل على قد ما احنا عايزين بشاميل كتيرة بنحط دقيق كتير وبنكتر في اللبن. البشاميل تبقى نعملها على قد المكرونة. ماشي. واول ما تصفر ان شاء الله الدقيق هروح حاطه عليه اللبن على طول. والدقيق اصفر خلاص بنحط عليه اللبن اهو وبنقلب بسرعه بسرعه بسرعه. ها بنقلب ماشي على طول على طول. ها اهو نفضل نقلب لحد ما يفكوا من بعضه. بعد كده هنحط الخلطه بتاعت البشاميل. للي ليه رغبه ان هو يحط خلطه البشاميل ماشي يحطها على الايه، على البشاميل. ماشي. خلاص البشاميل كده خلاص اتعمل الحمد لله. اهي تقلت اهي، تقلت في ايدي وانا بقلب حاسه بيها انا تقلت بس. وحطينا خلطه البشاميل وقلبنا وخلاص وهنطفي عليها اهو. احنا دلوقتي بعد ما عملنا المكرونه بالبشاميل وحطينا لها التوابل اللي هي ملح وفلفل وكمون، عايزين تحطوا كزبره حطوا. وحطينا لها خلطه البشاميل. وبعد كده بقى رحت واخده شويه مكرونه على الخلطه بتاعتها والدقه بتاعتها اللي هي ايه، فلفل اسود كمون ملح، عايزين نحط كزبره ماشي. بعد كده وحطينا خلطة البشاميل. بعد كده خدنا شوية من البشاميل وحطينا عليهم ايه مكرونة وقلبناها كويس. وبعد كده ايه جبنا صينية حطينا فيها معلقة زيت وهنحط هنا ايه الخلطة هنحطها هنا اهو. بس مش هنملى الصينية قوي، يعني الصينية لغاية بس ايه الربع، ربع الصينية. خلاص كده عشان ايه نحط بقى ماشي. هنحط بقى اللحمه المفرومه المتعصجه اللي احنا معصجينها وعاملينها بالتوابل وبالجزر وبالقوطه وكله. هنحطها بقى ايه كده مكرونه عليها من فوق. ودلوقتي خلاص حطينا اللحمه المفرومه في النص وحطينا المكرونه من فوق وهنحط البشاميل من على الوش. وبعد ما نحط البشاميل من على الوش بقى ندخلها الفرن تستوي. ندخلها الفرن تستوي لمده ساعه الا ربع. وبعد ما نحط البشاميل ان شاء الله باذن الله اكله تحفه، اكله جميله جدا، وان شاء الله باذن الله تعجبكم ويا رب تعجبكم ان شاء الله. ودلوقتي ان شاء الله باذن الله خلاص كده حطينا البشاميل على الوش. وان شاء الله باذن الله هدخلها الفرن وهوريها لكم بقى بعد ما تطلع هتعجبكم ان شاء الله. عايزاكم بس تجربوا بس اللي انا عملته ده ان شاء الله هيبقى طعمها حلو. هدخلها الفرن ولما اطلعها ابقى اوريها لكم شكلها ايه. واحنا هنا طلعنا الصينيه من الفرن وبسم الله ما شاء الله ريحتها خرافه، ريحتها جميله جدا بجد، يعني نفسي تيجي تشمهم معايا والله. ريحتها جميله جدا تحفه والله جميله روعه. حتى الوش بسم الله ما شاء الله مستوي حلو. وولادي دلوقتي عمالين يقولوا يا ماما يا ماما يلا عايزين ناكل. فبسم الله ما شاء الله هنقطعها بقى بعد كده. وهوريكم بقى تقطيعها وهي في الطبق بقى بعد كده. ودلوقتي بقى هنقطعها قطع قطع ونحط بقى في الاطباق عشان يعني الاولاد عايزين ياكلوا دلوقتي وهي سخنه وجميله وحلوه. ودلوقتي هنشيل قطعه ونحطها في الطبق وهوريها لكم دلوقتي وهتشوفوها. بسم الله ما شاء الله مش ممكن ريحتها جميله جدا. يا رب نفسي كده تعملوها والله جميله جدا جدا جدا.
ريحتها مش ممكن. عايزه اقول لكم انا طلعت قطعه منها وحطيتها في الطبق، بس انا عشان طلعتها وهي سخنه فايه مش ماسكه. انتوا بقى عايزينها تمسك، استنوا اما تبرد وطلعوها وحطوها، بس لو حطيتوها وهي سخنه هتفك، يعني ايه هتلاقوها مش ماسكه قوي. ماشي، فيا ريت بقى ايه اللي عايزها ماسكه على بعضيها يستنى اما تبرد ويقطعها ويحطها. اللي عايزه بقى زي كده يطلعها على طول وياكل منها، بس عشان ولادي مستعجلين فاضطريت ان انا ايه اطلعها لهم على طول. انا كده خلصت وصفة النهاردة، واستنوني في وصفة جديدة مع مطبخ الست المصرية، وشكرا.